وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. رمضان شهر الخير وشهر الطمأنينة، شهر فيه بنطهر قلوبنا قبل أعمالنا وبنغسل أرواحنا من تعب السنة كلها. هو شفاء للنفس قبل ما يكون امتناع عن الأكل والشرب. هو فرصة نرجع لنفسنا، نهدى ونراجع ونتصالح مع نفسنا. معانا سلسلة شفاء الروح، هنغوص جوه النفس البشرية وهنفتش في المشاعر اللي مخبيينها، هنواجه الأسئلة اللي دايما بنهرب منها، ونخرج من الشهر الكريم واحنا أقرب لربنا وأقرب لنفسنا. استنوني في رحلة مختلفة، رحلة إلى الداخل، شفاء الروح، رحلة رجوع حقيقية للنفس البشرية، لأن رمضان هو المساحة الأمنة اللي ربنا بيديها لنا علشان نرجع فيها لنفسنا. ترجع لقلبك قبل ما تنشغل بزحمة الحياة، وترجع لروحك قبل ما ينهكها الجري والمقارنات، وترجع لنسختك النقية اللي اتولدت بيها قبل ما الدنيا اتغيرت. شفاء الروح رحلة حب ورحلة تسامح ورحلة رضا ورحلة تصالح مع النفس. معاكم في سلسلة شفاء الروح مش هنقدم كلام وعظ وخلاص، ولكن هنفتح أبواب عمرنا ما دخلناها جوه نفسنا. كل يوم قبل المغرب وانت مستني لحظة الأذان، اسأل نفسك دايما بعض الأسئلة، أسئلة تهزك وتوجعك، بس وجع المواجهة أرحم كتير من راحة الوجود. دايما اسألوا نفسكم، أنا زعلان من مين ولسه شايل جوايا؟ أنا بخاف من إيه وبهرب ليه؟ أنا عايش حياتي اللي تناسبني ولا اللي الناس مستنياها مني؟ أنا لما بقفل باب أو علاقة بقفلها عشان راحتي ولا عشان كبريائي؟ واكتبوا إجاباتكم بصدق، من غير تجميل ومن غير دور الضحية ومن غير تبرير. خلي بالك في آخر كل حلقة هيكون معاك سؤال عميق جدا وموجه ليك انت، يا ريت تجاوبوا عليها بصدق بينك وبين نفسك. ومع نهاية الشهر الكريم اقعد مع كل إجاباتك واقراها تاني، هتكتشف قد ايه فهمت نفسك وقد ايه عرفت نقاط ضعفك ونقاط قوتك، وقدرت تحدد أخطائك وتبدأ تعدلها بوعي ونضج. هتلاقي نفسك اتغيرت تماما، مش عشان حد قالك تتغير، ولكن عشان انت شفت نفسك بوضوح. رمضان فرصة لإعادة البناء، لكن علاقتك بنفسك لازم تبقى نابعة منك انت ومشاعرك، وترجع لكل قرار متأجل من سنين. خلي الشهر ده نقطة تحول، خليه بداية نسخة أنضق وأعمق منك. استنوني يوميا الساعة 5 قبل المغرب في رحلة داخل النفس البشرية وسلسلة شفاء الروح، رحلة مش هتخرج منها زي ما دخلتها أبدا، ولكن هتخرج منها أخف وأصدق وأقرب لسلامك الداخلي. ويا رب رمضان كريم علينا كلنا، ورمضان خير وبركة ورحمة للجميع، وكل عام وأنتم بخير.